لسه عصام ما سافر. يا ربي عصام لسه ما سافر، راح يشتاق. عصام لسه ما بعد شوي عم باب البيت. يلا ان شاء الله على خير. والله اليوم هلا شو راح اعمل؟ بدي اروح على المطار، راح انزل يعني بدي اطلع من دبي، انزل بمطار الدوحه، واطلع من مطار الدوحه وسافر على السويد. بس انا ليش مختار هي الرحله؟ في رحله صباحيه وفي رحله ليليه. انا مختار الليليه مشان اوصل لهنيك الساعه 7 الصبح، لانه عندي شغل، عرفتوا؟ مشان ان شاء الله اقضي انه يعني بكره الخميس اقضي شغلي ان شاء الله يا رب، لحق انه بكره اقضي شغلي وشوف يعني شوف شو بصير معي على التيسير، تيسير رب العالمين. اما بالنسبه للرحله النهاريه فهيك بنضرب النهار كله وبوصل لهنيك انه يعني بوصل تقريبا الساعه 3 او الساعه 4 بكون خلصت الدوام وخلص كل شيء. يعني يا اخي 4 5 ماكس بكون خلصين. اما هلا رحلتي ليليه وحتى يعني وقت النوم بنام بكون بالجو. بوصل مصباح بكره ان شاء الله، يعني بكره بنصبح اذا رب العالمين يسر، نصبح بالسويد ان شاء الله. فحتى يصير رب العالمين. فلو بدي اختار الرحله النهاريه بدي اوصل لهنيك متاخر. ايوه رح ينضرب اليوم. فانا اخترت مشان هيك، يعني مشان هيك عندي تبديل ترانزيت. عرفتوا كيف؟ انا بالعاده بروح على طيران الامارات، بس عندي طيران الامارات بيطلع دايركت، بس الطياره بتطلع من هون 8:03 الصبح، بتوصل لهنيك يعني بيكون خالص الدوام. فانا اليوم طالع على طيران قطر القطريه، فبطلع من هون للدوحه، ومن الدوحه بطلع الساعه 2 بالليل تقريبا، بوصل وش الصبح، يعني الساعه 7 الصبح هيك 6:30، الساعه 7 الصبح بوصل. فباخذ النهار من اوله لنشوف يا يعني هلا كنت عم بحكي له عمار ان شاء الله يا رب هيك تتيسر اموري بكره. قلت له اذا تيسرت الامور بكره وصح لي بجوز ارجع بنفس اليوم. عرفتوا كيف؟ بس على التيسير ما بعرف اذا خلصت شغلي خلصت، وما خلصت عندي الخميس وعندي الجمعه، واكل هم في سبت واحد عطله، فهيك ان شاء الله خلص. يعني عندي خميس وجمعه ان شاء الله خلص. اذا خلصت الامور طيبه. انا في عندي شغله بالبنك لازم حلها اسويها، وفي عندي شغله ثانيه كمان لازم اسويها، فان شاء الله عندي هاليومين. ونهار الجمعه يعني انا هذا اللي شوفوا رايح ومشلوش. نهار الجمعه بيعملوه نص دوام تقريبا يا جماعه الخير، عرفتوا؟ وان شاء الله تلحق بكره لانه هيك سبت واحد عطله. ايه سبت واحد عطله يعني هيك. وعندكم نهار الجمعه كمان. ايه فلشوف ان شاء الله بنلحق على التيسير، تيسير رب العالمين. نشوف شو الله كاتب لنا بهالرحله الخرافيه هي عائله عصام النور. يلا بنروح نستمتع نحن وياكم، نغير جو يومي، رحله خرافيه. ما بعرف هلا في ثلج بالسويد؟ هلا يمكن ما في ثلج، شهر 12 يعني هوا قاسي. بس في برد. هلا شفت درجه الحراره هنيك 13 يا جماعه. اقل بكثير. لا 13 شفتها؟ ايه شفتها اليوم 13. لا بجوز تتغير 5 دقائق بتتغير هي، عرفتوا كيف؟ ايه والله انا متيسرين على المطار. يا سلام سلم درب السلامه على الصومي. لك الله يسلمكم ويسعدكم على كلامكم الطيب اللي بتكتبوا لي اياه دائما انتم عائله عصام نور. والله انكم غاليين. نور اليوم عملت لي مجدره اقسم بالله طيبه والله. لحقت حالي طبخه بالمسافه. المهم لحقت. احنا سوينا الشاشه كمان دغري. ايوه ركبت لهم الشاشه، امنت عليهم لانه نور كانت من اول ما اجت عصام شو يلا ركب. والله العظيم يا جماعه الخير هي والله العظيم اقسم بالله. حتى امبارح اذا لاحظتوا كنت عم صور لكم وهيك،